شهد مطار بيروت الدولي مشهد مميز جدا، حيث توافد محبي النجم تامر حسني من مختلف المناطق اللبنانية لاستقباله وسط أجواء من الحفاوة والفرح. ورفعوا الجمهور اللافتات مرتدين الهاتفات والأغاني في لحظات عبرت عن مكانته الكبيرة في قلوبهم. وقد عبر تامر حسني عن سعادته البالغة بهذا الاستقبال عبر منشور على حسابه على انستجرام، وكتب فيه: لحظات جميلة ما بتتنسيش من كرم ومحبة ومن الاستقبال الاستثنائي العظيم من الجمهور اللبناني الحبيب. من لحظة وصول المطار حتى الفندق، كل الحب والشكر والتقدير للشعب اللبناني الراقي الحبيب. حفظكم الله يا غاليين على قلبي. وختم رسالته بقلوب وأعلام لبنان في إشارة واضحة إلى امتنانه وتقديره لهذا الترحيب الدافي. وفي ليلة كان عنوانها الفرح والسرور، أحيا النجم تامر حسني حفل غنائي ناجح في العاصمة اللبنانية بيروت، تخللها العديد من المفاجآت واللحظات السعيدة. وفي ظل حالة الترقب والانتظار الطويل من قبل الجمهور اللبناني الذي حضر مبكرا لمسرح الحفل من أجل سماع مطربهم المفضل، قرر تامر حسني أن يفاجئهم بطريقته الخاصة، فلم يكشف عن كوبليهات غير معروفة لمحبيه في أغانيه السابقة. ومن بين اللقطات الطريفة بالحفل والتي تصدرت عناوين منصات التواصل الاجتماعي، توقف النجم تامر حسني عن الغناء لكي يحتضن طفلة رضيعة من بين الجمهور. عقب ذلك بدأ يتحدث معها ويستطلع رأيها في حفله، ثم غنى لها أغنيته الشهيرة يا بنت الإيه. وقد لقت هذه اللحظة تفاعل واسع مع الحاضرين، فيما شارك الآلاف المتابعين مقطع الفيديو عبر منصتهم، مشيدين بعفوية تامر حسني وحضوره الإنساني القريب من قلوب الجمهور.